لسه خارجة من علاقة ومش قادرة ترجعي لتركيزك؟ تعالي نبدأ سوا أول تمرين من سلسلة هتغيرك من جوه وتجمعي نفسك من جديد. تمرين يوم في الحقيقة. مش عارفة العلاقة دي كانت حب حقيقي ولا وهم؟ حاسة إن في حاجة جواكي مش مفهومة؟ يبقى التمرين ده ليكي. خدي ساعة لوحدك في مكان هادي، افتحي ورقة جديدة واكتبي الجملة دي: لو هشوف علاقتنا من غير فلاتر، دي الحقيقة الكاملة. واكتبي كل حاجة حصلت، بس بعين شاهد خارجي، مش بعين اللي كانت بتحب. اكتبي: في الأول كنت بدور على، هو كان بيعمل كذا وأنا كنت بسكت علشان كنت شايفة حاجات وبتجاهلها. اكتبي الحقيقة زي ما هي، من غير تبرير، من غير تجميل. ليه التمرين ده مهم؟ علشان تستردي قصتك من غير فلاتر، علشان توقفي أمل مش حقيقي كان ربطك بحاجة خلصت. جاهزة تتحرري؟ ابدأي دلوقتي. ورقة، قلم، ساعة صدق. ولو بعد التمرين حسيتي إن في حاجة اتغيرت جواكي، اعرفي إنك بدأتي ترجعي لنفسك واحدة واحدة، ودي بس أول خطوة. تابعيني لباقي التمارين اللي هتفك تشتيت ما بعد الانفصال وتغير طريقة تفكيرك. لو حسيتي إنك محتاجة التمرين ده، اكتبيلي في الكومنت كلمة جاهزة، وحنكمل سوا باقي التمارين. أنا ندى.